يا مساء الفطير السخن، الفطير اللي يجنن الحلو بتاع بالليل واخر الليل ده. فطيرنا جميل وهنشوفه بيتعمل ازاي. ايه رايك في الفطيره الحلوه اللي بتتعمل في ليل الشتاء الجامده دي؟ بس بصراحه فطيره حلوه قوي 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 ما شاء الله. الولاد جعانين وعايزين حاجه دافيه كده تدفيهم في الشتاء. فقمت قايله طب ما انا اقوم اعمل لهم فطاير صغيره كده ياكلوا منها. إيه، كل واحد فطيرتين او ثلاثه ياكلوا ويشبعهم، بدل ما اقوم احمر بطاطس وفول وجبنه واعمل بيض واعمل تكلفه كتير. لا، طب ما انا اقوم اعمل عجينه بسيط بسرعه كده واعمل لها اي حشو موجوده في البيت. طبعا الفطيره ديت عباره عن كوبايتين دقيق ونص معلقه سكر وربع معلقه خميره وذره ملح بسيطه وحبه بودر يا دوب ربع معلقه كده برضه. وتقومي عجنه كله مع بعضه بشويه لبن صغيرين عندك عشان تبقى طريه. لو عجنتيها بالميه هتبقى ناشفه، تبقى عامله زي العيش كده ومقرمشه وناشفه، لكن ديت طريه جوه، من جوه جوسي جميله، ومن بره ناشفه ومقرمشه. يعني عاملاها باللبن واحلى طبعا من اللي بتيجي من بره. تعجنيها وتسيبيها لما تبرد، لما تخمر معاكي وتنفخ معاكي كده وتلاقيها خمرت، تقومي مقطعاها على قد التقطيعه اللي انت عايزاها وتحشيها بقى اي حشوات عندك. انا كان عندي جبن وقوانص في التلاجة طلعتها وسويتها. والجبن بقى كل جبنه قريش على جبنه من اللي هي الفيتا، على فلفل، على طماطم، على اي حاجه موجوده عندك تقومي جايه حطها على بعضها. كله تحطيه على بعضه وتقومي جايه فارده بعد ما تخمر، تقومي فرداها وحاطه معلقتين من الحشوه بتاعتك، وتقومي لماها على بعضها وحاطه الناحيه اللي كانت مفتوحه تحت، وتسيبيها لما ترتاح شويه. وبعدين تفرديها وتحطيها على النار وتقلبيها على نار هاديه، مره على الشمال ومره على اليمين. لازم تقلبيها على نار هاديه عشان تطلع بالنتيجه الجميله الحلوه دي. ما شاء الله. تيجي تقطعيها بقى تلاقي حاجه كده مقابلاكي تفتح النفس، بدل الفول والطعمية والكلام ده. تغيير عشاء. وممكن تعمليها غدا تبقى حلوة قوي برضو على فكرة. بس بتعمليها بقى وهي سخنة بتبقى أحلى ما تبرد كمان. وهي باردة بتتاكل، متاكلش معاها أي حاجة. ما شاء الله ما شاء الله، تسلم ايديا. شوفي الحشوة بتاعتها جميلة ازاي وسايحة، مع ان ما فيهاش جبنة موتزاريلا ولا حاجة. جبن عادية خالص، جبنة قريش على جبنة فيتا الموجودة في البيت. ما شاء الله. وشوفي الحشوة بتاعتها جميلة ازاي، لحمة على جبن على طماطم على فلفل على اي حاجة موجودة في البيت. كله بيقضي. ما تعطليش نفسك كده وتقولي لا مفيش. وتقومي تعمليها وتعملي لي لايك وتعملي متابعة للقناة عشان الاكل الجميل الحلو البسيط ده. كل اكلاتي بسيطة، مش لازم اعمل اكلات مكلفة، لكن انتي لما تجربي الاكلات بتاعتي هتعجبك ومش هتفوتي اي فيديو من اللي انا بعمله. يلا اعملي لايك واشتراك للقناة.